السلام عليكم خوتي. كلنا كنعرفوا باللي الهجره السريه ولا محاولات الحريق السباحه هذه شحال وهي كاينه. كنا كنشوفوا حالات فرديه ولا مجموعات صغيره، منهم اللي كيوصل الله يسهل عليه ومنهم اللي كيغرقوا الله يرحمهم كاملين. ولكن داك الشيء اللي وقع في الفنيدق هذه الايام الصراحه كيخلع وكيستحق وقفه مع النفس. آلاف ديال الناس، منهم أطفال، شيوخ، نساء، وأغلبهم شباب في مقتبل العمر، كاملين شدوا البحر متوجهين لسبت المحتلة. هاد المشاهد صدماتنا كاملين وخلاتنا نطرحوا ألف سؤال. واش فعلا وصلنا لواحد الدرجة ديال اليأس اللي تخلي الواحد يخاطر بحياته في البحر بهذه الطريقة؟ واش فعلا الوضع في المغرب متدني لدرجة الناس ولاو باغيين يخرجوا بأي طريقة حتى ولو كانت ستؤدي للموت؟ ولا كاين شي أشياء أخرى حنا ما عارفينهاش؟ هادشي علاش خاصنا نحيدوا العاطفة ونهضروا بعقلانية وواقعية. مبدئيا خاصنا نتفقوا على جوج حوايج ما كيختلفوش عليهم جوج الناس. أول حاجة هي أن الشباب المغاربة وخصوصا في الشمال اللي قراب لهذيك المنطقة كيعيشوا واحد الضغط اقتصادي صعيب بزاف، خصوصا فاش تسدات التجارة الحدودية ولقاو راسهم بلا أفق بلا مدخول قار. وهذه راه حقيقة ما كرهناهاش ما تكونش، ولكن ما يمكنش نغطيوها بالغربال. الحاجة الثانية هو أنه كاين واحد الضغط نفسي في وسائل التواصل الاجتماعي واللي كتلعب دور كبير، حيت كتبين بأن الأمور سهلة في الجهة الأخرى، والجهة الأخرى جالنا الإنسان بلا ما يفكر في الكلفة الحقيقية، سواء الموت سواء الحبس سواء الصدمة ديال الواقع اللي كيكون صعيب بزاف في الجهة الأخرى، كيمشي وكيغامر. لهذا خصنا نخدموا العقل وما نبقاوش نبكيو على الأطلال، لأن البكاء على الأطلال ما كيفيد في والو. واش الحل هو نلوحوا راسنا في التهلوكه ونرميو راسنا في البحر؟ واش الهجره بهذه الطريقه هي التذكره السحريه اللي غتخلينا نعيشوا الحياه اللي باغين؟ الواقع كيشهد باللي بزاف ديال الناس وصلوا وكيعانيوا حاليا من البطاله والحقره. الحقره كاينه بزاف تما، الفرق هو انك كتولي عايش محروم من ابسط حقوق الكرامه ديالك. فعلا الهجره حق مشروع، ولكن ماشي على حساب الروح ديال الانسان. الرسالة اللي خاصنا نوصلوا لبعضياتنا هي أن الوضع صعيب في بلادنا وكاينين تحديات كبار، ولكن حياتك أغلى بكثير. والحل ماشي هو نهربوا من الواقع، بل نواجهوه ونقلبوا على بدائل ونتعلموا صنعة ولا مهارة اللي تقدر تفتح لنا بباب الرزق فين ما كنا. سواء هاجرتي سواء بقيتي هنايا، خاصك تكون مهاجر وانت عندك شي حاجة اللي تضيفها للمجتمع، سواء عندك مهارة سواء عندك خرايا سواء عندك شي حاجة اللي تقدر ديرها، ماشي تكون عالة على ذاك المجتمع. اوروبا راه ماشي جنة كيف ما كيتخيلوا بزاف ديال الناس، غنمشيو غنلقاو كلشي محلول لينا، غنمشيو غنلقاو جميع الابواب مفتوحه وغيستقبلونا وغيعطيونا داكشي اللي باغيين. لا، بزاف الناس دابا في اوروبا حاليا دخلوا في اليوتيوب شوفوا الفيديوهات كيباتوا في المحطات، كيباتوا في الزناقي ما لاقيين ما ياكلوا، كاين اللي كيمشي يشفر الماكله، كاين اللي كيمشي يطلب، كاين اللي واش دابا هذه الحياه اللي كتقلب عليها نتايا؟ تمشي تشفر ولا تمشي تطلب ولا تمشي تبات في الزنقه؟ انت دابا باغي تهاجر مثلا، خاصك تكون باغي تهاجر لواحد البلاصه احسن. الا كانت عندك واحد الطريقه ديال الهجره باش تهاجر وتكون في واحد البلاصه احسن وتعيش واحد العيشه مزيانه وتخدم خدمه مزيانه وتكون عندك حقوق مزيانه، نصفق عليك ونقول لك برافو سير الله يسهل عليك. ولكن الا كنتي غتهاجر وترجع للور قبل ما تهاجر، الا كنتي غترجع تهاجر وتضحي براسك وتضحي بحياتك وتشوف واحد الطريق اللي 50% ما مضموناش و50% مضمونه، قبل ما تمشي حياتك اهم. لهذا كنتمنى اي واحد باغي يهاجر ولا باغي يمشي يحراق ولا شي حاجه يفكر 1000 مره قبل ما ياخذ هذا القرار، لان بزاف الناس دابا مشاو ولاو باغيين يرجعوا خايفين يضحكوا عليهم الناس ولا يقولوا لهم انتم مشيتوا ما درتوا والو ولا شي حاجه، ولاو صابرين على الذل برا وصابرين على المهانه برا وما راجعينش. وكاين بزاف اللي مشاو وسهل عليهم الله وخدموا مزيان وتحسنات الظروف ديالهم. هادشي علاش كنحاول نركز على انك تكون انت كاين بعدا. اولا يعني دير شي حاجه هنا، تخدم هنا، تكون عندك واحد المهارات هنا، قاري هنايا، عندك يعني متكون مزيان. ديك الساعه الا بغيتي تهاجر هما غيرحبوا بك. علاش؟ لان غادي تفيدهم، غتقدم لهم واحد الاضافه. اما انت مثلا ما قاري، ما عندك لا ديبلوم، ما عندك لا تجربه لا مهاره، وغادي تما شنو غادير؟ تحاول ما غيرحبوا بك؟ لا، غتمشي غتعرض تما
اكثر من العيشه، تعرض تما للذل وتعرض للمهانه وكل شيء باغي يضحك عليك وكل شيء عنصريه وما غتستافد حتى شي حاجه. لهذا قبل ما تمشي حاول تكون راسك، حاول تكون انسان، وصدقني الا كونتي راسك مزيان وحاولتي تخدم هنا مزيان تقدر توصل هنا. المشكل اللي كيسافروا عليه بزاف الناس ولا اللي كيهاجروا عليه بزاف الناس راه ماشي هو الفلوس. اغلب الناس العاقلين ما كيهاجروش ولا كيحرقوا على قبل الفلوس، لا. اغلب الناس اللي كيهاجروا مثلا على قبل شي حوايج اخرين اهم من الفلوس ولا اهم من الخدمه. شنو هما؟ الصحه مثلا، كيقول لك راه تما الصحه احسن من هنا. هنا نقدر نتفق معاك، بزاف الدول الاوروبيه ولا كندا ولا شي حاجه عندهم قطاع الصحه مزيان، كتمشي للسبيطار كيداويوك كيعالجوك عاد باش كيقول لك الفلوس وكيقول لك داكشي. ماشي هنايا السبيطارات اغلبيه ديالهم كتمشي خاصك تخلص لاكيس وخاصك ما عرفت شنو هو عاد باش يشوفك، واخا تكون فيك الموت ما يعقلش عليك. هنا متفق معاك، الا كنتي باغي تسافر على قبل قطاع الصحه ولا على قبل صحتك ولا على قبل السبيطارات متفق معاك، الله يسهل عليك. باغي تسافر على قبل ما عرفتش جو سي با، عجبك هذيك الدوله باغي تمشي ليها ولقيتي خدمه مزيانه سير الله يسهل عليك. اما تغامر بحياتك وتغامر بالروح ديالك على والو وعلى مصير مجهول ما نشجعكش على هادشي. كنتمنى اي واحد مشى الله يسهل عليه، اي واحد مات راه ماتوا الناس بزاف في هذه المغامره هذه اللي بزاف الناس كيعتبروها مغامره. واش الدراري فيديوهات كيقول لك هذه مغامره وهذه لا، هذه راه ماشي مغامره. مغامره انك تلوح راسك في البحر وتقدر تموت، هذه راه ماشي مغامره، هذه كتلقى راسك التهلكه. شفت بزاف الناس ماتوا الله يرحمهم، الله يرحمهم كاملين هذوك اللي ماتوا، اللي مشاو الله يسهل عليهم كنتمنوا لهم غير الخير. والناس اللي باقيين هنا حاولوا تفكروا مزيان، حاول تكون راسك انت هو الاول، خلي راسك انك اي دوله تشوفك باغاك. راه كاين فرص بزاف ديال الهجره، كاين بزاف الفرص ديال الهجره سواء كندا سواء اوروبا سواء الناس اللي قاريين وعندهم واحد الاكسبيريونس وعندهم واحد المهاره تقدر تمشي بلا ما تحرق بلا ما تمشي للبحر بلا حتى شي حاجه، تقدر من دابا تمشي. راه كندا كل عام كدير باغا الناس، اوروبا فيها شي فرص بزاف، ولكن باغي الناس اللي يكونوا كاينين ماشي يكونوا عالة على المجتمع. هادشي اللي كاين الله يسهل على كل واحد، و كنتمناو ان الاوضاع تحسن في بلادنا وبنادم ما يبقاش مضطر انه يهاجر لبلادات الناس. كنتمناو نخدموا بلادنا، كنتمناو من المسؤولين اللي كيشوفوا هذا الشيء ضربهم النفس على ولاد بلادهم، ضربهم النفس على البلاد وينوضوا يخدموا. بركه من المصالح الخاصه وبركه من بنادم باغي يشوف راسو. خدموا البلاد، بغينا بلادنا تكون احسن بلاد، كيف ما خدمنا في كورة نخدموا في مجالات اخرى. هادشي اللي كاين، تحياتي للجميع.